هذه الشيلة مهداة إلى الأستاذ عثمان أبكر حمض من عضو رابطة عبس العالمية حمدان عبد الله العبسي بمناسبة تكريمه وتقاعده من العسكرية بعد 30 عام من العطاء والخدمة. عثمان رمز المرجلة حي الطريا، سيف المواقف كاسب للرهاني، تشهد فعول النادرات وسوايا في كل ميدان وفي كل شاني. سلامي ينصى عالي القدر والجاه، راعى العلوم الطيبة والسماني، عثمان حمق اللي على العز ربه، حر لها العليا مقام ومكاني، يوم التقاعد قافية المدح يزهى، ونسوق له أجزى البيوت المعاني، فالعسكرية طاب فعله وممشاه بعد 30 عام خدمة وتقاني. عثمان رمز المرجلة حي طريا، سيف المواقف كاسب للرهاني، تشهد فعول النادرات وسوايا في كل ميدان وفي كل شاني، في خدمة التراث ما حد تعدى، تراث الفرسان فخرنا بالزمان، سفير جازان هذا عثمان حياه، نسل حمق اللي لها الصعب لاني، به نحتفي ونقتدي في سجايا، يستاهل التكريم والحفل زاني، راعى الحفل شيخ الختب حي مسعى، الراجح محمد وسيع البطاني، واهل ختب كل اندهى اليوم حياه، واخوانه اللي طيبهم ما لثاني، وحمدان العبسي يعذب الشعر اهداه في محفل التكريم واهدى التهاني. سلامي ينصى عالي القدر والجاه، راعى العلوم الطيبة والسماني، عثمان حمق اللي على العز ربه، حر لها العليا مقام ومكاني، يوم التقاعد قافية المدح يزهى، ونسوق له أجزى البيوت المعاني، فالعسكرية طاب فعله وممشاه بعد 30 عام خدمة وتقاني. عثمان رمز المرجلة حي طريا، سيف المواقف كاسب للرهاني، تشهد فعول النادرات وسوايا في كل ميدان وفي كل شاني، في خدمة التراث ما حد تعدى، تراث الفرسان فخرنا بالزمان، سفير جازان هذا عثمان حياه، نسل حمق اللي لها الصعب لاني، به نحتفي ونقتدي في سجايا، يستاهل التكريم والحفل زاني، راعى الحفل شيخ الختب حي مسعى، الراجح محمد وسيع البطاني، واهل ختب كل اندهى اليوم حياه، واخوانه اللي طيبهم ما لثاني، وحمدان العبسي يعذب الشعر اهداه في محفل التكريم واهدى التهاني، في محفل التكريم واهدى التهاني.